اليوم غنعاود لكم على القصه ديالي مع الموقع ديال علي بابا وكيفاش مشات ليا 30,000 درهم وما رديتها من بعد عامين وغير ب 66 كشيفه. وغادي نقول لكم على 4 ديال الطرق كيفاش تقدروا تلقاو موردين من الصين ومصانع والسلبيات ديالهم والايجابيات ديالهم. خليكم معايا في هذا الفيديو حتى الاخر. اول مره كنت بغيت نستورد فيها مشيت فتحت شركه في المغرب وقديت الوراق تاعي وكل شيء. من بعد قلت اجي ندخل نشوف علي بابا البرودويات اللي فيه. لقيت واحد المنتوج اللي هو واحد التليفونات بورطابلات عظم، كانوا كيتباعوا مطلوبين في المغرب بزاف ديك الساعه، وكانوا كيطراو حتى الثمن ديالهم ما بين 300 حتى 400 درهم. من بعد لقيتهم في علي بابا، هضرت مع الفورنيسور اتفقت معاه على 500 حبه، قلت له صافي، قال لي صافي انا غنشيبيهم ليك، اتفقنا على الثمن كل شيء، غنامبورطيهم وغنربح فيهم شي بركه. صيفط ليا الفورنيسور النيميرو دو كونط ديالو وقال لي صافي صيفط ليا لافونس ديال 50% باش نخدموا السلعه، وديك الساعه من بعد غادي تكمل ليا 50% قبل ما نشيبيو السلعه. ثقت فيه، قلبت على الريفيوز ديالو، لقيتو عنده الريفيوز طالعين، لقيتو عنده ديجا بزاف الناس كيريكومونديو داك السيرفيس ديالو. قلت صافي مادام علي بابا دونك راه علي بابا. صيفط له الفلوس 50%. ماذا بيا من بعد شهر كنتفاجئ انه ما صيفط ليا لا سلعه لا والو، قال لي لا راه خصك تكمل ليا 100% باش نصيفط لك السلعه. طلبت منه فيديوهات ما صيفط ليا حتى شي حاجه، بقى كيقول لي لا راه الديوانه راه وقفوا ليا السلعه، هذا بقى كيلقى حجاج. من بعد قال لي لا ضروري خصك تخلص ليا مينيموم واحد 20% اخرى باش انني نكمل لك الباتش ديالك او السلعه ديالك، نكملها لك في برودكسيون، ومن بعد عاد تكمل لي شي الاخر باش نشيبي لك. انا ديك الساعه ديجا صيفط 50%، قلت عرفتي شنو غندير، انا غنصيفط له 20% اخرى. صيفط له 20% اخرى، من بعد ما بقاش كيجاوبني وقطع عليا. كيفاش رجعت فلوسي من بعد عامين من هبطت للشينوا؟ بقيت كنقلب على داك الفورنيسور، بقيت كنقلب بزاف الناس، بقيت كنسوال، مشيت لعند البوليس، عاد تبعت واحد الاجراءات طويله وسير وطلع وهبط، عاد باش ما داز تقريبا شي عامين من بعد حد وما يردوا لي فلوسي، ولكن بمشقه الانفس. اول طريقه هي الموقع ديال علي بابا دوت كوم. غنهضروا دابا على الايجابيات ديالهم. اول حاجه كيهضروا بالونجلي، ثاني حاجه كيعرفوا البروسيدور ديال لامبور ليكسبور، ثالث حاجه هما انهم عندهم لي سيرتيفيكا، رابع حاجه هو انه يمكن لك تعرف واش فيريفايد سابلاير، واش جولد، تشوف الريفيوز اللي عنده، تشوف تعرف دابا بزاف ديال الحوايج تقدر تعرف بهم واش الفورنيسور اصلي او لا غير شي نصاب. السلبيات ديالهم هو الثمن غالي، حيت دوك لي فورنيسور كيحطوا بزاف ديال الفلوس باش انهم يدخلوا الموقع ديال علي بابا، كيجيبوا ايكيب اللي كتهضر بالونجلي، معناتها كيتخلصوا بزاف، دونك كيحسبوا عليك داكشي حتى هو في البرودوي. وحده اخرى عاوتاني من السلبيات ديالها هو انهم الام او كيو عندهم ديما طالع. علاش؟ حيت كيبيعوا بزاف ديال الكليان، دونك ما غاديش يحتاجوا انهم يهبطوا لك الام او كيو نتا اللي هي المينيموم اوردر كوانتيتي، اللي هي اقل كميه للطلب. وثالث حاجه عاوتاني اللي هي في السلبيات ديالها هي لي تايم او الوقت اللي غيوجدوا لك فيه السلعه ديالك. بعض المرات كتقدر تمشي حتى ل 60 يوم او 70 يوم، حيت عندهم بزاف ديال الناس كيقلنا، دونك كتكون نتايا في واحد الويت ليست، كيحطوك اون اتونت. ثاني طريقه كاينه هي 1688.com اللي هي وحده من لي فيليير ديال علي بابا الجروب، غير هي هذه كتخدم غير مع المصانع اللي كيبيعوا محليا، معناتها ماشي ديال برا. لي زافونتاج ديالهم هو انه الاثمنه تيكونوا ناقص ب 30% حتى ل 50% على الاثمنه ديال علي بابا. علاش؟ حيت كيكونوا المصاريف ديالهم اقل، ما عندهمش ايكيب ديال لونجلي اللي غتكلفهم بزاف، وحتى المصاريف ديال الاشتراكات السنويه تيكونوا قل بزاف من علي بابا. وحتى الكليان ما كيكونش عندهم بزاف، معناتها الام او كيو كيكون عندك هابط تقدر تنيغوسي فيه، وحتى الليد تايم كيوجدوا لك البرودوي ديالك دغيا دغيا، ما كتبقاش تساين واحد 60 يوم حتى ل 70 يوم باش توجد لك السلعه ديالك، حيت كي قلنا ما غيحطوكش في لاطونط لمده طويله. وكاينين فيهم بطبيعه الحال دي فورنيسور اللي هما ديريكت وغادي تعطوك اثمنه مزيانين. السلبيات ديالو هو اول حاجه ما كيهضروش بالونجلي، كيهضروا غير بالشينويه، معناتها في علي بابا يقدروا يستعملوا التراديكتور، يقدر يحاول لي يهضر معاك بشي لغه مثلا بالونجلي، يقدر يفهم مثلا في ديك البروسيدور كامله. في يوليو بابا او لا واحد 688 ما غيهضرش معاك بالونجلي، كيعرفوا يهضروا غير بالشينويه، وما كيفهموش في الاجراءات ديال التصدير. اول حاجه ما كيعرفوش داكشي ديال الشيبين كاع، وحاجه اخرى عاوتاني ما عندهمش الاكسبورت لايسنس، معناتها ما يقدروش يشحنوا السلعه لبرا، ما عدا الا استخدموه هما مع واحد
ثيرد بارتي او لا شي بارتي ثالثه اللي هي كتكلف بهاد الاجراءات كامله. غادي نشرح لكم هاد المساله في الاخر. اما الا كانت البلاد ديالك كتحتاج دي نورم بريسي او لا مثلا في الالكترونيات وغيخصك دي سي او سي وهذا وهذا وهذا، من الموقع ديال واحد 688.com غير نسى. ثالث طريقه كاينه هما المكاتب ديال السورسين او لا تريدين. هو واحد الشركه اللي كتكلف لك بكاع الاجراءات، معنيتها كتسورسي لك، كتقلب على لي فورنيسور، كتكون عندها الداتا ديالها، كتفيريفي ليك السلعه قبل ما تخرج من المصنع، كتفيريفي ليك السلعه قبل ما تشيبا وتسحن وتحط في الكونتينر حتى توصل عندك. تيتكلفوا لك بالاجراءات ديال الشحن، هما اللي كيكومونيكيو مع اصحاب الشحن، كيتكلفوا لك بالسيركوي كامل وكيهنيوك. انت كتعرف السلعه ديالك واصلك في المغرب، اغلبيه تيخدموا معاك سي اي اف او لا سي اف ار على حساب الميثود دو ترونسبور اللي داير انت. هذه حتى هي مزيانه، غتهنيك من بزاف ديال الحوايج. شنو هما السلبيات ديالها؟ لي بخي غيكونوا طالعين شي شويه. علاش؟ حيت هما كياخذوا داك العموله ديالهم، العموله ديالهم كتكون زايده واحد شي شويه. علاش؟ حيت هما كيكونوا كوسطاء بينك وبين المصنع، معناتها لي فخي ديالهم كتزادك واحد 10% حتى ل 15% على الثمن ديال البرودوي. وحاجه اخرى عاوتاني هو انك الا ما كنتيش كتعرف ديك الشركه مزيان، صعيبه شويه وفيها بزاف ديال الريسك. خصك تخدم مع شي واحد فريمون كتعرفو هو كشخص، ماشي غير كشركه وصافي. رابع طريقه كاينه هو انك تحضر لي زيكزيبيسيون او الفيرز. بحال دابا مثلا كاين الكامدون فير اللي كيدار كيكونوا فيه بزاف ديال لي زاكتيفيتي. كتجي كتقلب كتشوف داك الشيء. الايجابيات ديالها هي انك كتشوف داك الشيء سور بلاص، كتقلب البرودوي ديالك سور بلاص، عندك لو شوا ما بين بزاف ديال لي فورنيسور، وفي نفس الوقت كيكونوا بزاف ديال لي فورنيسور اللي جايين ببرودويات جداد ديالهم باش يفليكسيو بهم وباش يوراوهم للمارشي ويوراوهم لي كليون. السلبيات ديالو هما المصاريف ديال السفر بطبيعه الحال، تيكون عندك طياره، لوطيل، الماكله مزايدين عليك وداكشي كامل. والسلبيات اخرين عاوتاني كيكونوا هما انه الا كنتي ما باغيش تكوموندي شي كونتيتي كبيره بزاف صعيبه، حيت اغلبيه اللي تيكونوا غاديين للفير تيحطوا بزاف ديال الفلوس، باغيين يدخلوا لك بزاف ديال الفلوس. دونك اش كيديروا؟ كيحددوا واحد الام او كيو اللي هي طلب مينيموم، الطلب اللي تقدر تطلب تيحددوها تكون طالعه بزاف. بعض المرات كيقول لك كونتينر 40 بي، دونك بعض المرات كتوصل ل $100 $200 على حسب الارتيكل اللي انت باغي. دونك بعض المرات الا كنتي انت يلاه كتقلب في البدايات ديالك ما تحتاجش السفر، غتضيع غير فلوسك هكاك. الخلاصه ديال هذا الشيء كامل، الا كنتي يلاه بادي، اول حاجه ننصحك بها سير اللي يقلب لك على شي مكتب. علاش؟ حيت غادي يوفر عليك بزاف ديال لي ريسك وغادي يسهل عليك الاموريه. انت الا كنتي يلاه بادي ما خصكش تاخذ بزاف ديال لي ريسك في الاول. علاش؟ حيت ريسك واحد يقدر يطيحك. الا كنتي ديجا تعلمتي شويه، بديتي كتشوف شويه اللوجيستيك كيفاش خدام، تفاميلياريزيتي شويه مع السيركوي، شوف لك علي بابا. دابا علي بابا كتقدر تشوف فيه بزاف ديال لي شوز، ولكن غندير لكم واحد الفيديو نشرح لك كيفاش تقدر تفيريفي مزيان في علي بابا واش فورنيسور حقيقي او لا غير نصاب. الا كنتي نتايا بغيتي مثلا واحد الثمن اللي هو زوين، ولكن في نفس الوقت تحافظ على الخصائص ديال المكتب وطيح شويه من التكلفه اللي غتقام عليك الكبيره ديال المكتب، الا جاب هو مثلا لو برودوي ولا سورسه عليك، تقدر دير سورسين راسك. ولكن خصك تستعن بزاف ديال لي زابليكاسيون ديال الترجمه. دونك غتقلب راسك، غتنيغوسي مع لي فورنيسور راسك، وباش ما تطيحش في مشاكل مع الفورنيسور من واحد 688 اللي ما كيعرفوش الاجراءات ديال التصدير. وفي نفس الوقت باش انك تستافد من الاثمنه الرخيصه ديالهم، غادي تنيغوسي معاهم وغتشوف معاهم وغتشوف شي مكتب اللي هو غيدير لك التخليص في عوض ما انه غيتكلف لك بالسيركوي كومبلي ديال السورسين، غادي تكلف لك غير بالتخليص، معناتها بالاكسبور وبالفيريفيكاسيون وبداكشي ديال شيبين ماركس ديال لومبالاج وديال التعليمات ديال التخزين والتعليمات ديال الشحن. وغيتكلف لك بهذا البروسيدور هذا وغتقام عليك برخص شويه. الا كنتو عجبكم هذا الكونتوني وبغيتو بحال هذا الكونتوني، ديروا لايك او سبسكرايب على حساب البلاتفورم اللي نتوما فيها. ولا عندكم شي اسئله او لا اي حاجه بغيتوني نديروا عليها فيديو، كتبوها لي في لي كومونتير وان شاء الله غنحاول نجاوب عليهم في الفيديو.